طبعا النهارده نازلين نعمل فيديو مختلف عن كل الفيديوهات اللي عملناها قبل كده. النهارده هو فيديو اللي هو الفانز لما حكم على الناس اللي خسرت في البرنامج اللي احنا نزلنا عملناه، اللي هو كنا بنطبخ فيه والبنات خسرت. انا ذنبي ايه؟ هم جايبين لي كده متجمده يعني. ذنبك انك ست بيت فاشله، عشان كده نزلنا النهارده هننفذ عليك الاحكام اللي الفانز اختارها تتعمل فيكي. فليلتك سودا معانا النهارده. ربنا على المفتري والظالم. واحده بتقول لك لو خيروكي توقفي واحد في الشارع تقول له بحبك وعايزه اتجوزك، ولا تحلقي شعرك قرعه؟ هو اولا انا لابسه طرحه، فانا لو حلقت شعري قرعه يعني مفيش حد هيشوفني كده غير اللي في البيت، فليه يعني اعذب ده الناس؟ شكلك وحش. طب اختاري ايه؟ والله يا محمد يلا والله ان شاء الله هتيجي تحت ايدي والله ما هرحمك. طب والله هتختاري ايه دلوقتي؟ مش هختار. تختاري توقفي واحد تقول له بحبك وعايزه اتجوزك، ولا تحلقي شعرك قرعه، ولا نحلق حاجب دلوقتي قدام الناس؟ ماشي، هقول له واحد لو سمحت انا عايزه اتجوز. ربنا يستر. يلا يا ابني انقل الكاميرا، يلا كله يستخبى. لو سمحت لو سمحت لو سمحت معلش بس ممكن سؤال؟ هو حضرتك ممكن تتجوزني؟ ايه؟ ممكن تتجوزني؟ بتهزري ولا بتتكلمي؟ انا هوقف حضرتك في الشارع عشان اهزر بقول لك، او اهزر في حاجه زي دي. سلام. الو. اقفلي دقيقة بس كده سلام. حضرتك بتقولي ايه بقى؟ يعني انا عايزه اتجوز حضرتك لو ينفع. انت تعرفيني عشان تتجوزيني؟ سماهم على وجوههم. اسمها رجل. سلام. عرف بقى ولا شرعي ده ولا نتجوز؟ لا شرعي ان شاء لا الله. ما شرعي، انت واقفة بتشوفيني من الشارع. لا خالص مش كده، انا بقول لك اتجوز حضرتك يعني تيجي معايا على البيت عند والدي. وقابل ماما وبابا ولا انا عايز اتجوز بنتكم اللي معرفهاش؟ لا ما هو حضرتك هتعرفني منهم. طب ايه اللي يجبرني على حاجة زي كده بقى؟ مش اجبار حضرتك يعني، هو بس مجرد ده جواز. مقلب طيب ولا عشان ابقى بتكلم مع مين؟ بس عايز لا هو مقلب ايه حضرتك؟ دلوقتي البنات دلوقتي يعني الجواز بقى صعب. هم اللي ماشيين بيشقطوا الشباب في الشارع. لا مش شقط خالص حضرتك، ده حاجه، ده جواز على سنه الله ورسوله يعني. بعد اذنك ما تستخدمش الكلمه او اللفظ ده، ما تستخدموش معايا او مع اي حد. ايوه فهو بس انا يعني بطلب من حضرتك لو ينفع حضرتك تتجوزني. اوكي يعني مفيش مشكله. طب انا موافق. موافق؟ بس عايز اعرف السبب ايه اللي خليكي بنوته عسوله زي حضرتك تعمل حاجه زي كده. ربنا يخليك. حضرتك واضح انك انسان محترم وكده، ويعني انا قررت الفتره دي ان انا ان شاء الله يعني عايزه اتجوز حد كويس وهكمل نص ديني يعني. بس دينك في الشارع. ما هو كلنا بنمشي في الشارع يعني. ممكن تجيبي رقم الطيب ونشوف الموضوع ده بعدين. ماشي. ولا نمشي مع بعض نروح دلوقتي؟ هو حضرتك ممكن تاخد رقم بابا يعني. مش عايز بابا. بنعمل فيك مقلب والله. انا قلت لك بتعملوا مقلب. حرام عليك ده. هو انا اتصدمت دلوقتي ان شكلي وحش. كده طيب. انا اللي شكلي وحش. بعد ما شفت ان الواد كان هيشقطها وياخد رقمها هو من الواضح ان انا اللي كنت بشقطه. استغفر الله العظيم يا رب. الله يسامحك والله بابا ما هيشوفها، مش هوريها له اصلا. بل الاعلام بيتدمر على ايده. اعلاميه على فكره يا زميلة. جماعه، بس على فكره بعد الفيديو ده اقسم بالله هي هتتعلم ازاي تطبخ، بعد كده تخش المطبخ. حكم لذيذ كده عليك. هتعملي فيها مذيعه بما انك مذيعه. هعمل فيها مذيعه بما انك مذيعه. الحمد لله. وتوقفي الناس في الشارع وكأنك هتسجلي معاهم، واول ما يجي يقف ويندمج معاكي قول لا خلاص خلصت، او لا شكلك مش عاجبني. عارف انت لو جبت الشجره دي كده لحد تحت مش هعمل كده برضه. احلى ما انفذ الحكم اللي الناس طالباه. حكم ايه يا بابا؟ تحلقي شعرك. هو حلقه الشعر دي في كل حاجه؟ مش كده لو خيروك واحده بس. اهم حاجه يا جماعه لو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه، وبرضه لازم تشتركوا عندها عشان هي غلبانه. لو سمحت بعد اذنك ممكن تصور معانا دقيقه؟ تمام؟ اتفضل. لا معلش شكل حضرتك مش تمام، مش ينفع. طبعا زي ما انت شفتوا دلوقتي انا مش شرير، بس هنتقم منك. لا يحلبوك مع جاموسه هبله. في حكم كمان بيقول لك انك هتوقفي عربيه في الشارع او مكنه او اي حاجه وتوقفيهم وتقعدي تتكلمي وفي مره واحده تسيبيه وتمشي. يا اخي منك لله. منك لله هي اللي في بالي، منك لله. هتقدري ولا مش هتقدري؟
هو ايه اللي وقف حد في الشارع واقول له لا مش هقدر. يلا يا باشا. ايه يا ابني؟ انت فين؟ كل ده؟ انت فين كل ده؟ على فكرة وحشتني جدا. وحشتني قوي. وحشتني. لا ما تتأخرش عليا بعد كده عشان فعلا بتوحشني. امال بكلم مين يعني؟ بتعمل معايا كده ليه؟ على فكرة دي مش أول مرة وأنت عارف إن أنا بحبك وبتوحشني جدا. يعني مش هترد عليا وتقول أي حاجة؟ مش هتقولي أي حاجة؟ ما تقولش كده. أنت بتهزر؟ على فكرة انت دايما بتيجي ورايا وبتطاردني. انا عارفة انك بتحبني بس مش كده. هكلم مين غيرك يعني؟ وانا بحب حد تاني غيرك؟ على فكرة يعني انا مش بحب التجاهل اللي انت عايشه ده. الدور ده مش بتاعك. لو انت لسه في الاول طب اثبت بس كده، اثبت. لو يا انت جماعه اهم حاجه لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه عشان الفيديو ده نوصل له 20000. هتقف دلوقتي تشحت من الناس 2 جنيه، ما شحتتش 2 جنيه من الناس اقسم بالله انت عارفه اللي هيحصل فيك. الفن اللي هيقرر 2 جنيه لو حد اداك 5 هات وانا افكلك. اشحت تعلمي الاسلوب يا باشا. دور على اللي هيعمل لك اعداد بعد كده. 2 جنيه دور 2 جنيه بص لو سمحت. ممكن 2 جنيه دول اجانب، هوقف اجانب، هتبوظ علاقتنا بالدول الخارجيه. لو سمحت. شكرا. ايه انا اللي عايزه 2 جنيه. كفي نفسك والله احسن من عينك اخدهم منك. محدش عايز يديني 2 جنيه. خدها تخبى بايديك. انت بيعملوا فيا عقاب عشان طلعت في التلفزيون وما عرفتش اطبخ. ممكن 2 جنيه؟ عايزه 2 جنيه بس انا اسفه انا بهزر. ده مقلب بجد؟ والله. الله يخليك. والله العظيم انت برنس والله تستاهل البوست. بقى لها توقف ده الواحد 31 واحد توقف من حد عايز يجيب فلوس. دي خدها يا بنت اهو. انا مذيعه والله والحل اتدهور فيا. مذيعه بس الدنيا جت عليها. طب استنى عشان تجمع شقه جديده ولا ممكن انا بشتغل محامي ولو انت عاوزه مثلا الم لك انا ممكن اقف معاكي بالبدله هنا نلم احنا. الله يخليك يا رب. لا انت زي العسل والله العظيم. يا جماعه انا عملت كل حاجه في دنيتي غلط بس ان قابل موهبه زي ديت هو ده الغلط بنفسه. فانا هسمعكم دلوقتي المعجزه اللي الناس كلها بتتكلم عليها. انا متعدده المواهب، بعرف اغني، بعرف اقول شعر. ايوه كنت في الاذاعه المدرسيه بقدمها عشان كده بقيت مذيعه دلوقتي. اغني لك حاجه بالانجلش؟ اغني بالانجلش. لك على فكره انت ايه الحقود ما ليا في الاغاني بس غني على طول. Another day again. مايكل الله يرحمه والله العظيم لو سمعني لا يقوم التربه يتف في وشي وينزل تاني. اللي بحس انك نايمه على نفسك كده ليه؟ مني بحب تامر فاغني لكم اغنيه لتامر يعني. طب يا محمد اقفل ودانك كده وغني يلا بينا. هتغني لنا ايه؟ بعيش على ذكرى كانت ما بينا من سنين وبنادي بأعلى صوت لي انت فين حبيبي ارجع انا بناديك. انا على فكره انت ايه الحقود؟ اعمل كوكتيل بقى يعني هخرج من اغنيه ادخل في اغنيه تانية ماشي؟ وبينه عايش جوا قلبي مهما كان. اهو ما جبتش حاجه من عندي والله. اهو عرفت بقى ان صوتك
هي حقد البني ادمين. اقفل يا محمد. وانت؟ يا جماعه اهم حاجه لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه عشان الفيديو ده نوصل له 20000. عنده وعندي، ادخلوا هتلاقوا عنده وعندي.